هو اي صح صح يعني. ما بيحجر كده، قايم شديد. يعني تحسي بيه عيان عيان أبتان. الليلة هعمل لكم إفطار رمضان أقل من 20 ريال. أقل من 20 ريال؟ أيوة. أنا شكله ما حنفطر. هتفطروا كمان بحاجة بتحبوها. هنيجي نشوف أنا جبت شنو حاجات بيحبوها ناس البيت، وهتشوفوا بعدين هظبطكم كيف. هنيجي نشوف الأسعار. جبت شرايح جبنة بتاعت برجر. نيجي نشوف السعر ب7 ريال. تمام. جبت برجر، هنا مكتوب السعر باين 10 ريال. والخبز بتاع البرجر ب4 ريال. 4 ريال بوينت 3. 18 ريال بوينت 72. الضريبة أنا ما عندي شغلة معاها، علي بإنه المكونات اللي جبتها بتعمل السعر كده. يلا نيجي نشوف طريقة التحضير كيف، وهظبطهم أحلى فطور بأقل من 20 ريال. يلا نيجي نشوف. عندنا هنا دي البرجر طبعا فيه 4 برجرات. أكيد فطور بأقل من 20 ريال أكيد حيفطروا فيه عدد بسيط. يلا يا عنود تعال ساعديني. طيب أعمل كده. جيب لي الزيت. نشوف الليلة فاتورة ب20 هيطلع كيف. طبعا الزيت أكيد أي زول في البيت عنده زيت، ده شيء طبيعي. أصلا أنا ما هاخد كتير، هاخد حاجة بسيطة. يلا بعد ما الزيت هنا سخن معاي هنزل بتاع البرد بتاع الدجاج هديه. نجرب يخلص معانا. كريم ماما ده بتعمل شنو؟ يلا. انت عايز تاكل؟ انت بس صايم؟ صايم ولا ما صايم؟ صايم ولا لا؟ صايم. صايم ولا دي شاطر صايم يا ناس. كده خلاص خلصت معانا. انا نجيب صحن. طيب الليلة عشان فاتورة ب20 ده هتساعديني. هعزلك. كويس. ان شاء الله يطلع الطعم زي ما اخدتم في راسكم. الريحة رهيبة 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 شديد. نعم. بابي مش الشغل. دي كمان كده خلصت معانا. بديت أجوع من الريحة. لسه بدري علي. هنا خلاص كمان قربوا يخلصوا. شايفين الزيت اللي خدناه كمان ما استهلكناه كله اصلا. ماما نعم. شيلي شيلي. كده خلاص شبه خلصنا الكمية. كده انتهينا. اعمل لكم سندوتشات بضمير ولا من غير ضمير؟ خلاص قلت نظام ب20 اصلا طبعا مقتنعين بالفكرة. لا خلاص نحمس لكم العيش بتاعنا بنفسي باقي الزيت. خلاص كده حمصنا. هخلص كل السندوتشات. يلا هنيجي نعمل السندوتش. هعمل لكم فيه صوص. لا أنا ما بحب الصوص. كلكم هتمشوا بالتحدي من غير اي اضافات، ما في اي صوص. قلنا 20 ريال خلاص 20 ريال. يلا بس كنت الريت جبنة. هتدفعي فلوس معناه من عندك. جبنة صادق. افتحي.
طيب هنكت هنا قطعة البرجر. هنشوف تاني منو اللي عايز زيادة جبنة. أحلى بيت كنت بحلم بيه إنه ما في الخضار. أصلا هو ناس البيت كلكم فأنا بعمل الصوصات تعب، بعمل الخضار تعب، في النهاية كلكم بتطلعوا. برجر كده إنه يكون بس برجر من غير خضار من غير صوص من غير إيش. الليلة جات من ربنا إنه برجر خالي أي حاجة، بس قدروا قروشكم أنا بس كده. برجر ده حاجة بحبها. كده السندوتش انتهى معانا، فحاضيف لكم كلكم زيادة جبنة عشان شوية يكون عنده هيبة كده. هذا نسوي برجر جبنة خلاص. أنا بس جبنة بس من كده ما بحب أكل برجر من برا عشان الصوصات الزيادة. أصلا انتي تحبي برجر صغير بحب البرجر وبرجر الصغير من غير وما في صوصات. صوص. طيب طيب. ده حكي؟ أيوه طيب استني. أنا عايزة بالطبق التحت 2 جبنة. كمان طماعة والله. ده طمع أكتر من اللازم. بعد كده جبنة فوق تاني. يلا جيبي تاني واحدة. دوسي مع شديد. بس كده سندوتش عنه. شايفين؟ كده أنا ضغطت الطاولة فوق 2 جبنة. لا كفاية أصلا شو. يلا نيجي نعمل الباقين عشان ما نظلمهم. يلا هكفكي خلاص، فكيتي حقاتك ضمنتي. ابني آدم ده. متخيلين 4 سندوتشات بأقل من 20 ريال. ما حدش عمل لنا عصير؟ العصير مفاجأة، عصير ترندي. 27. لا هتشوفوا الفيديو الجاي، ما هوريكم له بس. طيب ده هدية مني طبعا، ما عنده علاقة بال20 ريال، سمحتوا زيادة عن اللزوم. شايفين لآخر مرة أوريكم الفاتورة 18.72، أقل من 20 ريال 4 سندوتشات لا قصرت تسلم ايدي. بالعافية. إن شاء الله يطلع زي ما عايزين. الخوف الليلة ما تفطروا أصلا. يلا باي. يلا ورونا اقتراحات المرة الجاية، عايزين فطور بكم. تحدي جديد مع المرة الجاية إن شاء الله. يلا باي. باي.